القاهرة. حبايبي الحلوين، تعالوا معايا اوام نروح على بيت سوسن الصغيرة ونشوف ايه اللي بيحصل هناك. الفرحة في العيون، في القلوب، الفرحة على الجدران، ورق الزينة والورد الالوان، البالونات وهدوم الاولاد الوان الوان. حلوة الفرحة، واللي يشوف الفرحة يفرح. نبص ونشارك قبل ما نعرف ليه نشارك، نفرح ونسأل نفسنا ونقول يا ترى سر الفرحة ايه؟ سوسن ماشي يا جماعة، اختي صغيرة سوسن النهارده خدت اول خطوة من رجلها الصغيرين. ادي سعيد فرحان وسمية هي كمان بتضحك وبتقول انا شفت سوسن لما خدت اول خطوة راحت مشوار بعيد من صلاة لحد المسجد وفضلت تقع وتقوم وتقع وتقوم. اتلمينا حواليها قلنا لها تاتا تاتا. سوسن لما شافتنا حواليها فضلت تبص لنا وتضحك تضحك. خدت اول خطوة لوحديها ولا حد ساعدها ولا تردت على الحيطان. بابا رجع من شغل وطلعنا استقبلناه بالبصرة حلوة وبصرناه. بابا سوسن مشيت يا بابا، خدت اول خطوة لوحديها. صحيح يا ولاد؟ طبعا دي راحت مشوار بعيد خالص، ولما سألتها رايحة فين قالت لي انها تشترك في مسابقة الجري السريع. كمان؟ خدت من اوضة لأوضة وفضلت تقوم وتقع وتقوم وتقع. خلوها تقع وتقوم، تاتا 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 تاتا. يمكن تقع مرتين ثلاثة لكن تقوم في النهاية وتفضل الحكاية. بابا قرر يعمل حفلة في المناسبة السعيدة دي، وبسرعة زوقنا البيت وجرينا ندهنا مجموعة من الأصحاب وقعدنا شلة في حفلة أول خطوة. حضرنا جهاز التسجيل وكلم بابا. بهذه المناسبة الرائعة بمناسبة أول خطوة تمشيها سوسن الصغيرة، بحب أقول كلمة صغيرة، لكن في الحقيقة أنا محتار شوية. إيه اللي ممكن الإنسان يقوله لبنت صغيرة بتخطي أول خطوة في حياتها؟ عزيزتي سوسن، يا ترى انت فاهمة ايه اللي بيحصل حواليك دلوقتي؟ ساعدوني يا ولاد، فكروا معايا. البنت اللي تخطي اول خطوة في حياتها نقول لها ايه؟ نوصيها على ايه؟ اول حاجة تعملها ايه؟ نعلمها تحب المدرسة، تحب العلم وتحب اصحابها الصغيرين، تحب غيرها قد ما تحب نفسها، وتحب العمل وتحب التواضع. سوسن الجميلة، احنا عارفين ان عقلك الصغير مش هيقدر يعرف الكلام